في البستان يا ابونا بيتكلم عن الرهبان والكلام ده، كانوا بيصوموا باليومين والثلاثه والاربعه والاسبوع. ايوه يا سيدي. انت عايز تصوم على يومين ثلاثه؟ لا، في ناس من النوعيه دي، يعني في ناس بتصوم باليومين برضو في اجيالنا دي، يعني في ناس كده. لا، لو كان ما فيش شيء لكان غضب الله على العالم كان حرب. لكن ده في عمدان كده زي ايليا، ما هو دخل فيها الحكايه دي ايليا، قال له هدموا مذابحك وقتلوا انبياء وقتلوا مش عارف والان يطلبون النفس. قال له اسكت، في 7000 ركبه لم تسجد لبعد. يبقى لما فيش ناس سند العالم، كان العالم ده يعني حاجة كده استنتاجية. إنما الله له تدبيرات أخرى، لأن الحكاية كل العالم لحد آخر نسمع كله كشاشة تلفزيون ولا إيه. الحمد لله عالم من ذيك الوقت على فين، وعالم آخر هيبقى إيه. دلوقتي احنا بنقول الهيكل هيملى ولا مش هيملى، مش عارف ايه هيتعمل ايه ولا ايه. مش بنخمن، لدرجة انه في واحد طلع كتاب يقول لك لا في ايديا ولا في اكله. مش كل حاجة يعني كده، انما الحاجة الامينة الواحد هي اللي يضمن لها. والانبا تشعر بغيرته في الكتاب، ويعني هو كان زمان يفحص المخطوطات والكلام كله. احنا مخطوطات بس المخطوطات فيها دسم وجواهر، وبعدين كان الصوم حلو اليوم. يعني ما تلاقي واحد يصوم يومين كأنه واحد صايم من الساعة 9. ما يتعبش يا ابونا؟ ما يتعبش يعني ايه؟ ما يتعبش مثلا من هو صايم 48 ساعة ولا ارهاق يعني، ولا 60 ساعة ولا لا 72 ساعة؟ لا جسمه يبقى خفيف ويبقى يعني شاعر بالكده، في حاجة كده على شبه يعني، ولا مش زيها مريم القبطية. شوف فترة قد ايه وضاع من ايه، فترة قد ايه وتصير سائحة